اللاعب السوري لو توفرت له الظروف، الظروف توفرت له الظروف اللي تتوفر للاعب العراقي افضل من اللاعب العراقي. والله العظيم انا شفت الدوري السوري وشفت الدوري الفئات، عندهم دوري فئات عمريه منظم على فكره، عندهم دوري رديف، وبرهم من ظروفهم الصعبه هاي الظروف، البنى التحتيه والماده، لكن هم دوري قوي، عندهم دوري شباب يعني دوري قوي. شلون عندنا دوري الثمانينات والتسعينات؟ يعني فنيا الدوري السوري اعلى من الدوري العراقي؟ ايه والله شفت الدوري اقوى من الدوري الممتاز هذا الدوري. انا حضرت مباريات الوثبه والتشرين والفتوه والوحده، ساخره بالمواهب عندهم، وبالرغم من ملاعبهم اسوء. انا فنيا كل يعني جدول عندهم دوري، عندهم تخطيط، عندهم مستوى اللاعب السوري. لا مستوى اللاعب السوري انا لو توفرت، انا قلت لو تتوفر مثل ما تتوفر للاعب العراقي للاعب السوري افضل. يعني انت تقول انه اللاعب السوري اعلى الدليل ما جاك لاعب سوري، الدليل ما جاك لاعب سوري سيء، اجاك لاعب افريقي سيء. انت ما تقدر تجيب لاعب سوري سيء، لاعب افريقي لاعبين موهبه للدوري العراقي، جربناهم كلهم. انت ما تقدر تجيب لاعب سوري قريب على السوري، لا والله، بس انا شفت بعيني وشفت تجربتي. دليل جبنا احنا مواس، مواس افضل هوايه احسن من المنتخب. صح، اكو لاعبين هسه بمنتخب سوريا افضل من اللاعبين الافارقه اللي انا مو دفاعا عن اللاعب العربي. لا والله انت ما تقدر تجيب لاعب سوري مو زين، لان الدوري السوري منقول وسوريا قريبه عليك، تقدر تروح تختار اللاعبين وتجيبهم. هاي من الزينات. اللاعب السوري نجح في الدوري انت ما تقدر تستقطب لاعب سوري مو زين، لان انت رايح تجيب الخامه مالتهم وجاي. اكيد طبعا زين طبعا. وانت من خلال الحديث تقول انه اللاعب السوري بامكانيات اللاعب العراقي راح يكون اعلى فنيا. اعلى فنيا، يعني الدوري السوري اعلى من الدوري العراقي. احنا مو قلنا لو توفرت. لا هو ده يقول انا لو توفر الظروف، الجانب المادي، والجانب البنى التحتيه يعني اعلى من العراقي. اذا توفرت هو لا هو مو عليه هسه حاليا ما متوفر. ليش سوى المواس يقدر يلعب بملعب الوحده، لو يقدر يلعب بملعب تشرين، لو يقدر يلعب ما يقدر يلعب. اخي ملاعب، تتذكر ملاعبنا القديمه، والجانب المادي المادي صفر عندهم، يعني ما عندهم ماده. هسه هاي ضربهم زلزال وصار لهم شهرين متوقف الدوري، وما عندهم يعني ما عندهم الامكانيه. يعني مو على مود تقاصى لا والله بالدوري السوري، لا والله يعني اخواننا زين على راسنا هم زين، بس هذا موضوع يعني لازم نتكلم به، انه هو اللاعب العراقي تتوفر له كل الظروف الزينه. انا بس خلي اطلع من محور المنتخب.